بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والجولة السادسة والعشرين لدوري نجوم العراق من ملعب المدينة الدولي، ولقاء ديربي نفطي ما بين فريقي نادي النفط ونفط ميسان. نادي النفط يضيف نفط ميسان على ملعب المدينة الدولي لحساب هذه الجولة 26 لدوري نجوم العراق، في مباراة مرتقبة لكلا الفريقين، وبالتالي الطموحات كبيرة للنفط المستضيف وللضيف فريق نفط ميسان من أجل الارتقاء في سلم الترتيب. نادي النفط يدخل إلى المباراة وهو ثامن الترتيب ب37 نقطة، بينما فريق نفط ميسان عاشر الترتيب ب33 نقطة. لذلك طموحات المدرب باسم قاسم مدرب النفط طموحاته التحقيق الثلاث نقاط على حساب ضيفه وشقيقه أحد الأندية النفطية نفط ميسان، بينما على الجانب الآخر المدرب الجديد لفريق نادي نفط ميسان علي عبد الجبار يحاول أن يواصل سلسلة نتائجه المتميزة في خامس مباراة للمدرب علي عبد الجبار بعد 4 مباريات. تعادل مع القوة الجوية ومع الكهرباء، وفاز على نفط الوسط، وتعادل أيضا مع نادي القاسم مباراة الأخيرة 2-2 بعد ما كان قريب جدا فريق نفط ميسان للفوز في تلك المباراة. لذلك فريق النفط هو الآخر عاد من تعادل ثمين أمام فريق الشرطة على هذا الملعب بهدف لهدف، لذلك أعطت دفعة كبيرة لفريق النفط من أجل تقديم مباريات جيدة وأيضا نتائج جيدة مع المدرب باسم قاسم اللي انتشل الفريق الموسم الماضي من الهبوط وأبقاه لموسم آخر في دوري الكبار، ولذلك هو قاد الفريق من بداية الموسم، وهو من ضمن المدربين الخمسة اللي لم يتم تغييرهم على مستوى الكوادر التدريبية بالنسبة للأندية العراقية. لذلك باسم قاسم يحاول مواصلة الطموح مع فريق النفط من أجل تحقيق نتائج جيدة والوصول إلى مراكز متقدمة في جدول الترتيب. بانتظار انطلاق هذه المباراة، وطاقم تحكيم دولي يقود هذه المباراة بقيادة الحكم الواضح أمامنا في الصورة الدولي يوسف سعيد، يساعد على الجانبين قصي محمد كمساعد أول، أكرم إسماعيل مساعد ثاني، حامد طالب حكم رابع لمباراة اليوم. وفي غرفة الفار يتواجد الدولي زيد ثامر والدولي جهاد عطية. نادي النفط بالأخضر والأسود، بينما فريق نفط ميسان يلعب بالأصفر والأسود في هذا اللقاء. بانتظار الصافرة والإعلان عن بداية هذه المباراة. إذن على بركة الله الدولي يوسف سعيد يعلن عن بداية مباراة النفط ونفط ميسان لحساب الجولة السادسة والعشرين لدوري نجوم العراق اللي تقام على ملعب المدينة الدولي. كرة مرت إلى خارج الملعب، هذا جعفر ناصر. نذكر بتشكيل الفريقين لمباراة اليوم، ويبدأ المدرب علي عبد الجبار بأمجد رحيم لحراسة المرمى، لخط الدفاع صامويل باها اللاعب الكاميروني، سواليو كواتارا اللاعب الإيفواري، عباس فاضل على اليمين وسجاد محمد على اليسار. للوسط يلعب بالنيجيري معروف يوسف، علاء سعد، بنيامين آكور لاعب النيجيري الآخر، وجعفر ناصر وعلي لطيف. ولخط الهجوم يلعب بثاني هداف في الدوري العراقي السوري علاء الدين الدالي. هذه تشكيلة نفط ميسان لهذا اللقاء، بينما خيارات المدرب باسم قاسم لمباراة اليوم يلعب بعلي ياسين لحراسة المرمى، النيجيري سامسون دير، كلوزا أكبوزو اللاعب التوغولي، أحمد عبد الرضا أحمد نعيم لخط الدفاع. للوسط يلعب بإيزجيل لاعب الجنوب أفريقي، عمار غالب، ندفريكي اللاعب النيجيري، أحمد صبري، وليد كريم. ولخط الهجوم يلعب بأوكيكي أفولابي، ثالث هدافي الدوري العراقي ب 13 هدف. باسم قاسم 65 سنة، واحد من المدربين الكبار على مستوى الدوري العراقي، 3 ألقاب على مستوى الدوري العراقي مع الزوراء مع القوة الجوية ومع دهوك. لذلك طموحاته كبيرة أن يحقق نتائج جيدة مع فريق النفط داخل منطقة الجزاء. ممكن البداية تكون نفطية على حساب نفط ميسان. فرسان المملكة أمام النفط في هذا اللقاء. كرة النقل الوسط نادي النفط، عملية تمرير لكن تمر إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية. هذا هو بنيامين آكور 3 أهداف. علي عبد الجبار خامس مباراة. علي عبد الجبار أول مباراة لهذا المدرب لقيادة فريق نادي نفط ميسان كانت أمام القوة الجوية، وخرج بتعادل ثمين أمام القوة الجوية 1-1، ومن ثم تعادل مع الكهرباء أيضا بدون أهداف. فاز على نفط الوسط 2-0، وتعادل مع نادي القاسم في المباراة الأخيرة في ملعب نفط ميسان أمام جماهيره
2-2 بعد ما كان فريق نفط ميسان متقدم على نادي القاسم بهدفين للا شيء، لكن ريمونتادا نادي القاسم أعاد التوازن للمباراة والتعادل 2-2. كرة داخل منطقة جزاء نفط الوسط، نفط ميسان عذرا. نفط الوسط يعاني، يوم أمس كان قريب من تحقيق فوزه الأول في دوري نجوم العراق، لكن عدل في اللحظات الأخيرة نادي كربلاء. المباراة اللي انتهت 2-2 ضمن إطار هذه الجولة، جولة 26، مباراة كربلاء ونفط الوسط انتهت 2-2. هنا خطأ لصالح نادي النفط، يشير له حكم المباراة الدولي يوسف سعيد. ركلة حرة مباشرة لنادي النفط، ممكن يستغل البدايات فريق النفط مع توجيهات أمجد رحيم حارس مرمى فريق نفط ميسان. أمجد رحيم، ركلة حرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، خطيرة لمصلحة فريق النفط. محاولة تستمر، عملية الإبعاد. نفط ميسان يحاول بناء الهجمة المرتدة لكن مرت، وهناك خطأ يشير لحكم المباراة مع وجود ركلة حرة مباشرة لنفط ميسان. ركلة حرة مباشرة لنفط ميسان. ركلة حرة. هذا اللاعب نيدي فريكي كان واضح في الصورة. اليوم عندنا 5 لاعبين نيجيريين في تشكيل الفريقين، طبعا تحدث عن بنيامين اكور معروف يوسف مع تشكيل فريق نفط ميسان، وفريق النفط يضم اللاعب سامسون دير بالاضافه الى اللاعب نيدي فريكي واوكيكي افولاد. اوكيكي افولاد. عباس فاضل لاعب منتخب شباب العراق كان متواجد في نهائيات كأس العالم في الأرجنتين الأخير للشباب. هنا وليد كريم واحد من أصحاب الخبرة مع فريق النفط. وليد كريم لكن مشاركته قليلة مع النفط خلال هذا الموسم. وليد كريم. أحمد عبد الرضا على تنفيذ الرمية الجانبية للوسط. هناك تدخل وخطأ لمصلحة فريق النفط. خطأ لمصلحة فريق النفط. ركلة حرة مباشرة للنفط بطاقة صفراء أولى أعتقد راح تكون. اختطام وليد، إن شاء الله بالسلامة لوليد كريم كابتن فريق النفط. يشكو من إصابة، ما نتمنى الإصابات للاعبين. على عبد الجبار هنا مشرف المباراة يحاول التحدث مع علي عبد الجبار. هو لم يخسر علي عبد الجبار في مبارياته الأربعة الماضية، تعادل في 3 وفاز في 1، لذلك الاستلامة المهمة. طبعا هو رابع مدرب لفريق نفط ميسان، مدرب علي عبد الجبار. القيادة الأولى كانت لهيثم الشبول مدرب نفط البصرة الحالي، هو اللي قاد فريق نفط ميسان. ثم المدرب محمد علي كريم قاد نفط ميسان في بعض المباريات، ومن ثم الدور مباراة واحدة كانت لعباس عبيد، ويأتي الدور لعلي عبد الجبار ليعتبر رابع مدرب لفريق نفط ميسان خلال هذا الموسم. يعني 15 نادي غير مدربيه خلال هذا الموسم بين الإقالة واستقالة، لكن بعض الأندية غيرت أكثر من مدرب، ومنهم نفط ميسان غير 4 مدربين. نفط الوسط تقريبا 4 إلى 5 مدربين. نادي القاسم، كثير من الأندية طبعا. نفط البصرة أيوب أوديشو طبعا، باسم قاسم، لؤي صلاح للمدربين. عادل نعمة أيضا، تقريبا 5 مدربين لم يتم تغييرهم على مستوى التدريب بالنسبة للأندية خلال هذا الموسم داخل منطقة الجزاء. نفط ميسان وركلة جزاء. ركلة جزاء لنفط ميسان. ركلة جزاء لنفط ميسان. ركلة جزاء لنفط ميسان في أول محاولة لنفط ميسان على مرمى فريق النفط. علي لطيف يحصل على ركلة جزاء. علي لطيف يحصل على ركلة جزاء لمصلحة فريق نفط ميسان على حساب النفط في البدايات لهذه المباراة. البدايات لهذه المباراة وركلة جزاء.
اعتقد علاء الدين الدالي. 14 هدف لعلاء الدين الدالي، ثاني هدافي الدوري العراقي بعد أيمن حسين، هداف القوة الجوية خلال هذا الموسم ب 22 هدف تحت نظرة المدرب لفريق النفط باسم قاسم. قد تكون هي نظرة استغراب للقرار اللي اتخذ الحكم الدولي يوسف سعيد باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق نفط ميسان. ركلة جزاء اعتقد نذر فيكي هو اللي تسبب بركلة الجزاء، أو سامسون دير. سامسون دير. طموحات هذا المدرب الانتصار من خلال هذا اللقاء، وابتسامة علي عبد الجبار لكاميرا قناة الرياضية العراقية قناة الوطن. إذا ركلة جزاء لمصلحة فريق نفط ميسان. بداية لهذه المباراة. علاء سعد واضح أمامنا في الصورة، علاء سعد. إذا الدولي يوسف سعيد لم يتردد باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق نفط ميسان. إذا سامسون دير وبطاقة صفراء أولى في هذا اللقاء. سامسون دير اللاعب النيجيري يحصل على بطاقة صفراء. سامسون دير لاعب اللي سبق وأن لعب لنفط الوسط. سامسون دير يرتكب خطأ وركلة جزاء. ركلة جزاء محتسبة لفريق نفط ميسان. من سيسدد؟ من سيسجل؟ نفط ميسان. هناك عودة إلى الفار. عودة إلى الفار. هل هناك ركلة جزاء؟ جعفر ناصر عنده هدفين على نفط البصرة وعلى نادي القاسم. المباراة الأخيرة سجل جعفر ناصر مع علاء الدين الدالي، مباراة 2-2 مع نادي القاسم. إذا لا وجود لركلة جزاء. لا وجود لركلة جزاء وتلغى البطاقة الصفراء. لا وجود لركلة جزاء وتلغى البطاقة الصفراء. سامسون دير. سامسون دير نفط يسلم من ركلة جزاء وبطاقة صفراء كانت على سامسون دير. إذا تلغى ركلة الجزاء ويستأنف اللعب بوجود ركلة حرة لصالح نادي النفط. ركلة حرة لصالح نادي النفط. تبقى المباراة التعادل بدون أهداف. الدقيقة العاشرة. الديربي النفط ما بين النفط ونفط ميسان. كرة عن طريق الوسط. بنيامين. عملية الهجوم الآن مع التغيير عن طريق الجانب الأيمن. كرة قريبة لمنطقة الجزاء وهناك تدخل وخطأ على أحمد عبد الرضا. ركلة حرة مباشرة. إن شاء الله بالسلامة لعلاء سعد. علاء سعد. ركلة حرة. إذا أحمد عبد الرضا يتلقى بطاقة صفراء أولى. بطاقة صفراء أولى مع وجود ركلة حرة لمصلحة فريق نفط ميسان. ركلة حرة نفط ميسان. بداية ممتازة. هنا حديث مع مشرف فريق نفط ميسان. أتمنى أنه ما تكون هناك تدخلات خارج الملعب على قرارات حكم المباراة. بطاقة صفراء أولى لأحمد عبد الرضا خلال هذا اللقاء. إذا ركلة حرة لنفط ميسان. علاء سعد. هذا الحارس علي ياسين سبق وأن مثل الطلبة والزوراء. علي ياسين. ركلة حرة مباشرة نادي نفط ميسان. ميسان فرسان المملكة داخل منطقة الجزاء خطيرة ممكن. أوه هذا راية. راية 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 بوجود حالة تسلل. راية بوجود حالة تسلل. قصي محمد. إذا هدف يلغى.
هذا سواليو كواتارا الإيفواري، سواليو كواتارا الإيفواري وتسلل اعتراض من سواليو كواتارا كابتن فريق نفط ميسان. خلاص هو كان متسلل، حالة تسلل موجودة. كرة النقل للوسط، عمار غالب لاعب الوسط للنفط يفقد عمار. هجوم الآن نفط ميسان أخطر أفضل على مرمى فريق النفط في بداية هذه المباراة. محاولة للوسط عادت من جديد لنفط ميسان، عملية تمرير خذوهات أفضل نفط ميسان أفضل، يخطر مرمى فريق النفط. ومحاولة أخرى على المرمى، هل نشهد هدف أول؟ ممكن نفط ميسان وحارس المرمى علي ياسين. الدالي السوري يسجل هدف جميل، هدف جميل. علاء الدين الدالي، علاء الدين الدالي بالدبل كيك يسجل هدف جميل في مرمى النفط. هناك أخطاء دفاعية للاعبي فريق النفط يكلفهم هدف أول في هذه المباراة نتيجة الضغط الواضح من قبل لاعبي فريق نفط ميسان. لاحظ حارس المرمى عدم وجود التفاهم ما بين مدافعي النفط ويستغلها علاء الدين الدالي ويسجل هدف جميل في هذه اللحظات. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة مرة أولى وثانية، وبالدبل كيك علاء الدين الدالي يسجل أول أهداف المباراة. الله 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 على هدف جميل، على هدف جميل لعلاء الدين الدالي، على هدف جميل لعلاء الدين الدالي، ويرفع رصيده إلى 15 هدف، إلى 15 هدف. لاعب منتخب سوريا علاء الدين الدالي يفتتح التسجيل لنفط ميسان على حساب شقيق النفط. الديربي النفطي الآن يبتسم للضيف في بداية هذه المباراة، يبتسم للضيف في بداية هذه المباراة. وهنا بنيامين آكور اللاعب النيجيري، بنيامين آكور عنده 3 أهداف، هدف على الطلبة وهدفين على نادي القاسم. بنيامين آكور بالسلامة لعلي ياسين حارس مرمى فريق النفط. أخطاء دفاعية كارثية لفريق النفط من خلال الربع ساعة الأولى لهذه المباراة. هذا جعفر ناصر على التنفيذ للركنية، جعفر ناصر. هل يستمر المدرب علي عبد الجبار بسلسلة النتائج جيدة مع فريق نفط ميسان؟ علي عبد الجبار لاعب الجو السابق. علي ياسين، ممكن علي ياسين يتحمل جزء بدخول الهدف في مرمى. وليد كريم واحد من اصحاب الخبره مع النفط، كرة تتنفذ الان، نفط ميسان لا زال يهاجم على مرمى النفط، يسجل ثاني. مرت لامست العارضه كرة جعفر ناصر هدفين على نفط البصره وعلى القاسم، ويريد ان يسجل في مرمى النفط. جعفر ناصر بكرة جميلة لكن العارضة كرة جعفر ناصر تلامس العارضة وتذهب إلى الخارج. لاحظ الإعادة، لعبها صح، لعبها بشكل جيد. حلوة المحاولة نفط ميسان، وتلامس العارضة لمرمى فريق النفط وتمر إلى خارج النفط. نفط ميسان يقدم ربع ساعة في غاية الروعة على حساب نادي النفط من خلال هذا اللقاء. رمية جانبية للنفط، كلوزة أكبوزو، أحمد عبد الرضا. عملية الهجوم الآن عن طريق اللاعب ندفريكي النيجيري. ندفريكي عنده هدفين على الحدود والشرطة. ندفريكي رمية جانبية إذن لصالح نادي النفط، تنفذ الرمية الجانبية للوسط. لم نشهد لغاية الآن أوكيكي أفولابي أخطر لاعبي النفط، هدافي النفط خلال هذا الموسم، ثالث الهدافين. كيكي أفولابي حارس المرمى. أمجد رحيم لعب لعدة أندية من هالميناء، الشرطة الجوية والطلبة، وأيضا مثل النفط ونوروز، والآن هو يمثل 7 الأندية في الدوري العراقي هو نفط ميسان. لغاية الآن أمجد رحيم تواجد مع 7 أندية في الدوري العراقي. ركلة حرة لمصلحة فريق النفط، هذا هو أمجد رحيم، شهد بطولات القوة الجوية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. ركلة حرة، النفط يحاول أن يعدل من خلال هذه اللحظات، يهاجم على مرمى فريق نفط ميسان.
ركله حره ممكن يستغلها من خلال هذه المحاوله. ابرز الغائبين عن فريق النفط ولاعب الوسط حسن داخل الحرمان من خلال هذه المباراه. هذا سامسون دير، يعني رغم انه يلعب قلب دفاع لكن سامسون دير عنده 6 اهداف، 6 اهداف مع النفط خلال هذا الموسم. يعني من جيد انه تجد لاعب مدافع قلب دفاع يسجل لك 6 اهداف، هذا يحسب للاعب سامسون دير اللاعب النيجيري. 6 اهداف عنده. كرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة فريق النفط، لكن تبعد الى الخارج. رمية جانبية لصالح نفط ميسان. سامسون دير سجل على الطلبة والكهرباء والشرطة والزوراء والنجف والقوة الجوي، يعني مسجل على 4 أندية جماهيرية، على الأندية الكبيرة البغدادية، مسجل على الطلبة وعلى الشرطة وعلى الزوراء وعلى الجوي. سامسون دير لاعب وقلب الدفاع لفريق نادي النفط. إن شاء الله بالسلامة لعلي لطيف لاعب الوسط، يشكو من إصابة علي لطيف، عنده هدف على نفط الوسط. حيرة المدرب باسم قاسم خلال البداية لهذه المباراة، بداية غير متوقعة من نادي النفط اللي قدم مباراة كبيرة أمام الشرطة. المباراة الماضية اللي تعادل من خلالها 1-1. لاحظ هذه الإعادة، وسامسون دير مع علي لطيف على أثر حكم المباراة احتسب ركلة جزاء، بعد ذلك ألغى ركلة الجزاء والبطاقة الصفراء اللي أشهرها للاعب سامسون دير. هذه البطاقة اللي أشهرها على سامسون دير، وبالتالي ألغيت البطاقة وألغيت ركلة الجزاء واستمرت المباراة، وبعدها سجل نفط ميسان هدف جميل عن طريق علاء الدين الدالي. علي عبد الجبار، كرة النقل للوسط الآن. معروف يوسف، هذا حمل الدرع مع الشرطة 2018 2019. الشرطة عندما توج بلقب الدوري العراقي معروف يوسف كان موجود مع فريق الشرطة. معروف يوسف بعد ذلك ذهب إلى الدوري المصري وعاد خلال هذا الموسم ومحاول لفريق نفط ميسان خلال هذا الموسم. هذا بنيامين أكو نيجيري. حدثنا عن 5 لاعبين من نيجيريا موجودين في تشكيل الفريقين. علي ياسين، دقيقة 20. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، الديربي النفطي لحد الآن للضيف فريق نفط ميسان على حساب المستضيف نادي النفط. ملعب المدينة الدولي هو اللي يضيف هذا اللقاء. كرة النقل عن طريق الجانب الأيمن، الملعب اللي يتسع ل 32,000 متفرج. يعني هو كان 30,000 متفرج، لكن بعد التوسعة وإضافة مقاعد لملعب المدينة الدولي أصبح 32,000 متفرج. عملية الهجوم الآن، بنيامين ممكن يمر نيجيري. بنيامين يبحث عن المساندة، عادة الوسط، هناك خطأ على بنيامين، خطأ على بنيامين آكور. ركلة حرة لمصلحة فريق نادي النفط في هذه اللحظات. هذا كلوزا أكبوزو التوغولي، كلوزا أكبوزو التوغولي يحصل على خطأ. لاعب دولي لمنتخب توغو، يعني عنده 6 مباريات مع منتخب توغو. لاعب أكبوزو، كرة داخل منطقة الجزاء. لاعب دولي مع منتخب توغو. بوزو جهة اليسار. نفط ميسان يقدم دقائق ممتازة جدا على حساب النفط في هذه المباراة. باها، عودة من لاعب سواليو كواتارا، لاعب الإيفواري قلب الدفاع وكابتن فريق نادي نفط ميسان. هناك خطأ يحتسبه حكم المباراة علاء سعد. علاء سعد ركلة حرة تنقل الوسط. عملية التمرير، أحمد عبد الرضا أقرب لهذه المحاولة، ينقلها للوسط. عادت من جديد عباس فاضل يحاول يمر مدافع يمين فريق نفط ميسان. تصطدم أحمد عبد الرضا ورمية جانبية لصالح نفط ميسان. رمية جانبية لصالح نفط ميسان.
طبعا مواجهات النفط مع اشقاء الانديه النفطيه، طبعا فاز على نفط الوسط ذهابا وايابا 4-0 و1-0، وتعادل مع نفط البصره ذهابا، وتعادل مع نفط ميسان ذهابا. الان يقابل نفط ميسان ايابا، وثاني ممكن العود على الدين الدالي. يطالبون بركله جزاء، يطالبون بركله جزاء على الدين الدالي من داخل منطقه الجزاء السوري. السوري يخطر مرمى فريق النفط بكره اخرى، وحاول ان يسدد لكن اصطدت بدفاعات فريق النفط، وعلى اثرها لاعبي نفط ميسان كانوا يطالبون بركله جزاء. عمليه تمرير جهه اليسار، جعفر يمرر الامام، جعفر علي لطيف، حاول يمر علي لطيف، تدخل من سامسون دير، علي عمليه اللفه الدوران، مر بهذا الشكل، عمليه تمرير على الدين الدالي، يسدد على المرمى، خطيره على مرمى النفط، ولكن علي ياسين، علي ياسين، علي ياسين، ضغط من نفط ميسان، ضغط متواصل من قبل لاعبي فريق نفط ميسان على مرمى النفط. كرة النقل الوسط، معروف يوسف نيجيري، عيدة للخلف، صامويل باها كاميروني، صامويل، كرة طويلة من صامويل باها لكن تصل لحارس المرمى علي ياسين. لا زال لاعبي نفط ميسان يطالبون بالعودة إلى الفار، بالعودة إلى الفار. لاحظ هذه الإعادة، هنا تسديدة لاعب علاء الدين الدالي وعملية اللف والدوران. ممكن تكون الصورة أوضح، لا أعتقد لا توجد ركلة جزاء، لا توجد ركلة جزاء، لا توجد ركلة جزاء إطلاقا. سامسون للوسط او كلوز اكبوزو، عمليه تغيير لعب عاد من سجاد محمد، ايضا لاعب منتخب شباب العراق سجاد محمد. كره النقل الوسط الان، جعفر، جعفر لاعب مهاري، لاعب ممتاز، لاعب جيد على جهه يسار فريق نفط ميسان، يحصل على خطا ركله حره لصالح نفط ميسان. الديربي النفطي، عمليه تمرير اكور الى جعفر ناصر جهه اليسار نفط ميسان، كرة تمر إلى خارج الملعب لركلة ركنية بعد الإبعاد من أحمد نعيم. لاحظ الإعادة، لاعب مهاري أحمد نعيم مدافع اليمين لفريق النفط اللي سبق وأن مثل نادي القاسم والنجف. ركلة ركنية جعفر ناصر، أداء ممتاز حتى الآن. الركنية الثانية لنفط ميسان على مرمى النفط داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد مرة أخرى. لاحظ لاعبي النفط متراجعين أمام محاولات نفط ميسان على المرمى، لا زالت كرة حائرة داخل منطقة الجزاء. أحمد عبد الرضا، أحمد عبد الرضا، عمار غالب مع النفط على سبيل الإعارة من نادي الشرطة. لا عملية الإبعاد من معروف يوسف، هذا أحمد عبد الرضا على التنفيذ الرمية الجانبية. أحمد عبد الرضا سبق وأن لعب الحدود طبعا قوة جوية. أحمد عبد الرضا، أحمد كرة طويلة للأمام، بحث عن أحمد صبري، البحث عن أفولابي، يعني لا زال خط هجوم فريق النفط بعيد تماما عن مرمى فريق نفط ميسان. يعني 26 دقيقة وفريق النفط لم يخطر مرمى فريق نفط ميسان إطلاقا. كرة عادت لدفاعات نادي النفط، لاحظ يضغط من منتصف الملعب لاعبي فريق نفط ميسان على حساب لاعبي النفط. أحمد عبد الرضا مدافع اليسار ينقل كرة الوسط، أحمد عبد الرضا، كرة عادت من جديد، عملية تمرير. إيزيجيل لاعب الجنوب أفريقي، إيزيجيل من جديد، عودة لي سامسون، سامسون دير يلعب كرة أمامية، سامسون دير عادت لوسط فريق نفط ميسان، يلعب بهدوء فريق نفط ميسان على حساب النفط من خلال هذه المباراة. كرة الوسط لكن تضيع على علاء سعد، عادت من جديد فريق النفط يحاول أن يمتص اندفاع لاعبي فريق نفط ميسان للأمام، وبالتالي عملية الهجوم والاعتماد على الكرات الطويلة. إيزيجيل صعوبة التحرك للاعبي فريق النفط، يجد صعوبة لاعبي النفط تحرك بسهولة.
لأن لاعبي نفط ميسان متمركزين بشكل ممتاز خصوصا في خط الوسط. عملية تمرير عمار، ممكن نشهد هدف تعادل. عمار مرور داخل منطقة الجزاء، ضغط قبل اللاعب صامويل باها على عمار. هذا علاء سعد، كرة طويلة جعفر، لكن أحمد نعيم يعيدها لحارس المرمى علي ياسين. علي ياسين حارس المرمى لنادي النفط. كلوز، عمار أقرب لعباس فاضل. عباس حاول يفتك الكرة لكن عادل من جديد لعباس فاضل من أمام عمار غالب. لي لاعب بنيامين أكور، عادت لأحمد عبد الرضا الوسط. إيزيجيل، وليد كريم، وليد يحاول إيجاد المساحة للمرور للتمرير للبحث عن زميل يتأخر في التمرير. وليد ضاعت على لاعبي فريق النفط. عملية الارتداد السريع، عملية الهجوم الآن من علاء، لكن يخسرها علاء، يخسرها علاء، يخسرها لأكبوزو التوغولي. إيزيجيل، أكبوزو، كلوزة، لاعب للجوية طبعا. بوزو، نيدي فريك نيجيري. هذا هو نيدي فريكي، أحرز لقب الكأس الموسم الماضي مع القوة الجوية، كان موجود مع القوة الجوية. نيجيري نيدي فريكي، جوية يصارع على جبهتين من خلال هذا الموسم على لقب الدوري وبطولة الكأس مع الشرطة. الزوراء نفط أيضا موجود في نصف نهائي بطولة كأس العراق، سيقابل الشرطة، بينما القوة الجوية سيقابل الزوراء نصف نهائي بطولة كأس العراق. لاحظ هذه الإعادة، المحاولة قبل قليل اللي كانت لفريق النفط، من أحمد صبري. رمية جانبية لصالح نادي النفط، أحمد عبد الرضا. نصف ساعة مرت يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. كرة عالية للوسط، عملية الإبعاد من سامسون داير. مرة أخرى فريق النفط يحاول أن يهاجم على مرمى فريق نفط ميسان، يريد الحصول على فرصة، يريد الحصول على هدف تعادل. الشوط الأول عمار للوسط، إيزيجيل أقرب لأحمد عبد الرضا داخل منطقة الجزاء الرأسية من أوكيكي أفولابي، لكن وصلت لأمجد. أمجد رحيم حارس المرمى. وجود هدافين لفريقين نفطيين طبعا بعد الهداف أيمن حسين 22 هدف، يليه علاء الدين الدالي بعد هدف الآن في هذه المباراة، رفع رصيده ل 15 هدف، بينما يبقى أوكيكي أفولابي 13 هدف، حاول هو الآخر عن زيادة رصيده من الأهداف خلال هذه المباراة. لاحظ أحمد نعيم وجعفر ناصر يرتكب خطأ جناح يسار فريق نادي نفط ميسان، دفع واضح من جعفر ناصر. عاد الحارس أمجد رحيم حارس مرمى نفط ميسان. يعني النفط ونفط ميسان في مراكز دافئة، طبعا في مراكز دافئة في منتصف الترتيب 8 والعاشر، لكن المعاناة لناديي فريق نفط البصرة ونفط ميسان. فريق نفط البصرة ونفط ميسان يعانيان بشكل كبير. هنا محاولة لكن مرت إلى الخارج. نفط البصرة بالمركز 14 خسر مباراته من زاخو يوم أمس 1-0 بقيادة المدرب السابق لنفط ميسان طبعا الأردني هيثم شبول، بينما فريق نفط الوسط يقبع في المركز الأخير وأقرب فرق 20 للهبوط إلى دوري الدرجة الممتازة. داخل منطقة الجزاء مرت الركنية لفريق نفط ميسان. يعني أعتقد نفط الوسط وبنسبة كبيرة سيغادر دوري الكبار بعد مسيرة امتدت
من موسم 2014-2015 والحصول على لقب الدوري العراقي. وهذا الموسم نفط الوسط يعاني بشكل كبير، يقع في المركز الأخير، لحد الآن لم يحقق أي انتصار. أكثر الفرق خسارة في الدوري العراقي حتى الآن 14 خسارة مع أمانة بغداد. يعني نتائج سلبية كبيرة لفريق نفط الوسط، أحد الأندية النفطية الأربعة المتواجدة في الدوري العراقي. محاولة للنفط لكن سهلة لحارس المرمى أمجد رحيم، بينما نفط البصرة هو الآخر يعاني، قريب جدا من مراكز الهبوط من نادي القاسم وأمانة بغداد ونفط الوسط. أربيل أيضا يعاني، الكرخ يعاني، كربلاء يعاني، ميناء يعاني، الكهرباء يعاني. الفرق اللي لديها نقاط متقاربة في جدول الترتيب، نتحدث من المركز الثاني عشر الكهرباء برصيد 28 نقطة، الميناء 27، كربلاء 25، الكرخ 24، أربيل 23، نفط البصرة 22، نادي القاسم 18، أمانة بغداد 17، ونفط الوسط 12. صعب، يعني موسم صعب على جميع الأندية خصوصا اللي تقع في المراكز الأخيرة، والصراع يستمر على لقب الدوري العراقي بين أندية الشرطة والقوة الجوية، والملاحق أصبح الآن فريق الزوراء بعد النتائج الأخيرة المميزة مع مدربه العائد من جديد عصام حمد، وتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري والسابع لعصام حمد عند مباراة في بطولة الكأس على حساب نوروز. 6 انتصارات على التوالي بالنسبة لفريق نادي الزوراء مع المدرب عصام حمد. الآن الزوراء في المركز الثالث، يحاول هو الآخر أن ينافس الشرطة والقوة الجوية على لقب الدوري خلال هذا الموسم، لذلك سيستمر الصراع ما بين هذه الأندية. 12 جولة متبقية، بعد نهاية هذه الجولة يتبقى 12 جولة لمن يحسم اللقب، من سيغادر دوري نجوم العراق، من سيبقى لموسم آخر. فريقين في مراكز وسط. إيزيغيل، عودة من إيزيغيل، سامسون دير نيجيري حاول التقدم، سامسون أمامية، فولابي داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى نفط ميسان. لاحظ تباعد الخطوط ما بين لاعبي النفط، تباعد كبير بين خطوط لاعبي النفط، عدم وجود ربط ما بين لاعبي خط الوسط والمهاجمين، لذلك تجعل المدرب الواضح امامنا في الصوره باسم قاسم في حيره من امره من خلال هذا اللقاء، من خلال هذا الشوط. اكيد راح يكون حديث مطول لباسم قاسم في فتره الاستراحه ما بين الشوطين للحديث اكثر عن اداء فريق النفط الغير ملبي للطموح، غير ملبي للطموح اطلاقا، للمدرب، للمتابع، للمشاهد، لمسيره النفط، مسيره طويله على مدى أكثر من 30 عاما موجود في الدوري العراقي فريق النفط، لكن الموسم الماضي عانى بشكل كبير فريق النفط. الموسم الماضي عانى بشكل كبير وكان قريب من الهبوط، واستلم باسم قاسم المهمة في آخر المباريات بالنسبة لفريق النفط، واستطاع أن يبقي الفريق للبقاء لموسم جديد في دائرة الأضواء لدوري نجوم الكبار. محاولة للوسط، هناك خطأ ركلة حرة. النفط اللي حقق الفوز في 9 مباريات تعادل في 10 وخسر 5، سجل 30 وعليه 26. نفط ميسان 33 نقطة، فاز في 7 تعادل في 12 وخسر في 6، سجل 22 مع هدف الدالي أصبح 29 هدف وعليه 23 هدف. يعني فريق النفط عنده مشاكل في خط الدفاع أكثر من فريق نفط ميسان. نفط عليه 27 هدف مع هدف نفط ميسان في هذه المباراة، يعني عنده مشاكل دفاعية، مشاكل في خط الدفاع. أحمد عبد الرضا
داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد من سواليو كواتارا حكم المباراة الدولي يوسف سعيد. ونفط ميسان حتى الآن هو السعيد بهدف تقدم على حساب النفط على شقيقه الأكبر. هو أكبر الأندية النفطية المتواجدة في الدوري العراقي من بعد نفط البصرة ومن ثم نفط ميسان، وآخر الفرق النفطية اللي شاركت في دوري الكبار هو نفط الوسط. لكن كل الأندية النفطية الثلاثة اللي سبقت نفط الوسط لم تحقق إنجاز على مستوى الدوري العراقي. نفط الوسط هو الوحيد اللي حقق لقب بطولة الدوري العراقي. لاحظ، الحمد لله وشكر من قبل المدرب علي عبد الجبار بعد ما سجل فريق نفط ميسان هدف جميل عن طريق علاء الدين الدالي. هنا سامسون دير قيادة الطلعة الهجومية لفريق النفط اللي يحاول قبل النهاية للشوط الأول أن يعدل النتيجة. التفكير في الشوط الثاني ممكن يقلب الطاولة على نفط ميسان، وهنا خطأ لمصلحة فريق النفط. ركلة حرة، ركلة حرة لصالح النفط. أحمد صبري سبق وأن مثل زاخو. أحمد صبري يحصل على خطأ. ركلة حرة، ركلة حرة لمصلحة فريق نادي النفط. ركلة حرة للنفط. ركلة حرة للنفط، ممكن يعدل في هذه اللحظات. ركلة حرة، أكثر من لاعب نفطي متواجد داخل منطقة الجزاء، ومرت على سامسون دير. سامسون دير، يعني كثير من المهاجمين للأندية ما مسجلين 6 أهداف، وإلا أنت تجد مدافع. لاحظ الإعادة، محاولة فريق نادي النفط على المرمى. ممكن نشاهد اللقطة والمحاولة. مخرج المباراة بعيد. إذا كانت الكرة في حالة لعب نتمنى من مخرجنا العزيز يعني يعطينا اللقطات والصورة الحية للمباراة، لأن الإعادة ممكن تكون في فترة توقف. هذا علي عبد الجبار مدرب نفط ميسان. علاء الدين الدالي صاحب هدف المباراة الوحيد حتى الآن. لاعب السوري العقيد السوري الموجود مع نفط ميسان، سبق وأن لعب أيضا عقيد آخر سوري هو ياسين سامية لاعب أربيل الحالي. ياسين سامية سبق وأن لعب لنفط ميسان الموسم الماضي. هنا باسم قاسم صاحب ال 65 سنة إنجازات على مستوى الدوري العراقي مع القوة الجوية، مع الزوراء، مع دهوك. 3 ألقاب لهذا المدرب على مستوى الدوري العراقي، وأيضا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ومع القوة الجوية. يعني تاريخ مشرف لهذا المدرب، تقريبا 30 عام هو موجود كمدرب في الدوري العراقي. علاء الدين الدالي يطالب بخطأ وسحب وبطاقة صفراء إذا كانت ثانية على أحمد عبد الرضا. أعتقد راح تكون بطاقة حمراء، أعتقد راح تكون بطاقة حمراء على أحمد عبد الرضا. يعاني النفط من خلال الشوط الأول، يعاني النفط من خلال الشوط الأول. عودة إلى الفار، إذا كانت هناك بطاقة صفراء أخرى لأحمد عبد الرضا خلاص ستكون البطاقة الحمراء. حاضر حاضر. لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة، محاولة. هل تشهر البطاقة الحمراء مباشرة أم ستكون بطاقة صفراء وبعدها الحمراء؟ لأن إذا ما كانت مباشرة، لأن أحمد عبد الرضا هو آخر لاعب، آخر لاعب، أقرب لاعب لمرمى فريق النفط أحمد عبد الرضا. لذلك ننتظر القرار من يوسف سعيد، من يوسف سعيد. إذا ما كانت بطاقة حمراء لأحمد عبد الرضا فستكون المصائب كثيرة على فريق النفط من خلال هذه المباراة. تستمر المعاناة، يعني قد يكون الشوط الأول من خلال هذه المباراة هو أسوأ شوط لفريق النفط خلال هذا الموسم، أسوأ شوط لفريق النفط خلال هذا الموسم.
والنفط من خلال هذا الشوط بعيد تماما عن كرة القدم، بعيد تماما عن كرة القدم. تصور عزيزي المباراة الماضية أمام الشرطة قدم مباراة كبيرة، اليوم في شوط أول أمام نفط ميسان لم يقدم شيء يذكر في هذا الشوط، لا أداء، لا محاولات، لا وصول، لا تهديد حقيقي على مرمى فريق نفط ميسان، يعني مشاكل دفاعية، لا وجود ترابط ما بين الخطوط الثلاثة لفريق النفط. أعتقد بخبرة المدرب باسم قاسم ممكن يعيد النفط من خلال الشوط الثاني لهذه المباراة، يعني خبرة باسم قاسم ممكن تسعف النفط من خلال الشوط الثاني. لاحظ الإعادة أكثر من مرة، شاهد القرار. حكامنا العودة إلى الفار أكثر كثير، هنا العودة إلى الفار وبطاقة حمراء، بطاقة مباشرة، يعني هو عنده صفراء لكن هذه بطاقة مباشرة لأنه آخر لاعب، يعني إذن على أحمد عبد الرضا بطاقة صفراء وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء لأحمد عبد الرضا. إذن معاناة لفريق النفط بعد الطرد لأحمد عبد الرضا بالبطاقة الحمراء. لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة وأحمد عبد الرضا، أحمد عبد الرضا وبطاقة حمراء، وعلاء الدين الدالي، علاء الدين الدالي أكيد المدرب باسم قاسم مع الظروف الصعبة يعرف كيف يتعامل مع المباريات. ركلة حرة على سعد، خلاص سيكمل المباراة نادي النفط، دقائق الأخيرة متبقية للشوط الأول ب10 لاعبين، والشوط الثاني يعني الأمور صعبة جدا. عملية المرور من علاء سعد، يسدد على المرمى علاء، خطيرة على مرمى النفط لكن مرت إلى خارج الملعب. يطالبون بركنية، يطالبون بركنية، أعتقد هي ركنية، أعتقد اصطدت بأحد لاعبي النفط. كرة عالي الوسط، أقرب لباها للوسط الآن نفط ميسان، سامسون دير، عملية الإبعاد. 4 دقائق وقت محتسب بدل ضاع، 4 دقائق يضيفها حكم اللقاء الدولي يوسف سعيد لشوط أول أكثر من رائع لنفط ميسان على حساب النفط. تسيد بشكل كامل فريق نفط ميسان الشوط الأول، تسيد أجواء الشوط الأول فريق نفط ميسان، وحقق أفضلية من خلال النتيجة والأداء على حساب النفط في هذا اللقاء. كرة عادت لدفاعات النفط، كلوزا أكبوزا وعملية الإبعاد إلى خارج الملعب، والقرار لصالح النفط. راية المساعد الأول قصي محمد تشير لوجود رمية جانبية لصالح النفط. ندفريك نيجيري، سامسون دير، سامسون، عودة لحارس المرمى علي ياسين، كرة عالية، البحث عن أفولابي، هناك ضغط على أفولابي، ركلة حرة لصالح نادي النفط. إن شاء الله بالسلامة لأفولابي. 13 هدف لأفولابي على أربيل والطلبة والكهرباء، نوروز 3 على نفط الوسط، الميناء القاسم و2 على الكهرباء، وهدف على نفط الوسط وعلى الحدود. وعلى الحدود لاعب والمهاجم أوكيكي أفولابي مع توجيهات المدرب علي عبد الجبار مدرب فريق نفط ميسان. 4 دقائق، 4 دقائق، مرت دقيقة ونصف الدقيقة من الوقت المحتسب بدل ضاع. ركلة حرة أحمد نعيم داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى نفط ميسان لكن سهلة تصل لأمجد رحمة حارس مرمى فرسان المملكة. جعفر ناصر، جعفر للأمام لكن بعيدة عن علاء، رمية جانبية، أو هذا علي لطيف، علي لطيف، عائدة لعلي ياسين حارس مرمى النفط، أقرب لباها كواتارا، عملية تغيير اللعب بجهة اليسار، جعفر
معروف يوسف نيجيري، علاء سعد، عادة معروف يوسف، كرات يتناقلها سواليو كواتارا، جهة اليسار جعفر، ممكن نفط ميسان يضاعف النتيجة بهدف آخر، يزيد من صعوبات النفط من خلال هذا اللقاء. مرت أحمد صبري، طالت على أحمد صبري إلى خارج الملعب لرمية جانبية لمصلحة نادي نفط ميسان من الجهة البعيدة، من الجهة البعيدة. لاحظ هذه الإعادة وحالة الطرد اللي حصلت للاعب أحمد عبد الرضا بعد العودة إلى الفار، تشهر البطاقة الحمراء مباشرة إلى أحمد عبد الرضا. عملية الهجوم وضاعت، وبعدين يا مخرجنا العزيز، وبعدين يا مخرجنا العزيز، وبعدين يا مخرجنا العزيز، يعني ما ممكن الكرة بحالة لعب، يعني الفرصة ضاعت على نفط ميسان. كان ممكن هدف ثاني لنفط ميسان، لكن مرت بجوار القائم الأيمن. ضاعت فرصة علاء الدين الدالي. لاحظ هذه الإعادة، لا وجود لحالة تسلل. علاء الدين الدالي ينفرد بحارس المرمى علي ياسين، حاول أن يركنها على القائم الأيمن، لكن مرت كرة علاء الدين الدالي، وضاعت فرصة لفريق نفط ميسان على حساب النفط في هذه اللحظة. عملية الهجوم الآن، علي ياسين يعيدها بشكل خاطئ، ممكن يستغلها لاعبي فريق نفط ميسان. هناك خطأ، ركلة حرة. يعني نادي النفط من حسن حظه يخرج من هذا الشوط متأخر بهدف. من حسن حظ فريق النفط أن يخرج من الشوط الأول متأخر بهدف فقط. يعني كان ممكن النفط يخرج على الأقل ب3 أهداف من خلال الشوط الأول لهذا اليوم. لاحظ الإعادة، وعلاء الدين الدالي يضيع فرصة تسجيل هدف ثاني، يضيف هدف ثاني الرصيد الشخصي، وهدف ثاني النفط ميسان من خلال هذا اللقاء. هذا علي ياسين حارس المرمى لفريق النفط، يتحمل عبء كبير من هجمات فريق نفط ميسان على مرمى النفط. ركلة حرة، علاء سعد، قد تكون الأخيرة لنفط ميسان، لكن مرت ومعها تأتي صافرة حكم المباراة الدولي يوسف سعيد يعلن عن نهاية الشوط الأول من لقاء النفط ونفط ميسان لحساب الجولة 26 لدوري نجوم العراق. شوط أول بأفضلية ونتيجة نفط ميسان على حساب النفط، هدف واحد لنفط ميسان، سجل الهدف عن طريق اللاعب علاء الدين الدالي هداف نفط ميسان، ويرفع رصيده إلى 15 هدف. أحبتي استراحة قصيرة ثم نعود وياكم لتكملة وقائع الشوط الثاني لهذا اللقاء. صدق؟ قلت له مهاجم
قاعد وصلوني بولي اليوم روح سوي قل له اعطيني باجي قل له اعطيني شيء. هذاك وين لازم بالفندق ما هو وين الشيء؟ ايه قال انا بالفندق شيء مهاجم يصيق هو شنو يخلينا؟ والله شنو الاخبار؟ شلونك؟
حيدان حيدان شو يسموه؟ شوف وين ها؟ لا بيقع ناوي لا يتعلق عليه سلك فوق طلع ناوي هاي بس حط راسه ما له علاقه
إذن عودة من جديد أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وبداية الشوط الثاني للقاء النفط ونفط ميسان بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي لصالح نفط ميسان أداء ونتيجة على حساب النفط بهدف لا شيء. سجل الهدف عن طريق اللاعب السوري علاء الدين الدالي. إذن الشوط الثاني نادي النفط يلعب ب10 لاعبين، أحمد صبري وحسين عباس يشترك الآن. أحمد صبري يغادر وحسين عباس يشترك مع تشكيل فريق نادي النفط في هذه اللحظات كبديل أول بالنسبة لفريق نادي النفط. يحاول أن يغير على مستوى التشكيل، وأيضا هناك تغيير لفريق نادي نفط ميسان. هناك خطأ لصالح نفط ميسان. إذن اعتراضات من قبل لاعبي النفط على هذه المحاولة. إيزيجيل اللي تدخل بهذه الطريقة، وبالتالي حكم المباراة. وهنا علاء سعد ومواجهة إيزيجيل. إذا نادي النفط بعد الطرد لأحمد عبد الرضا من خلال الدقائق الأخيرة للشوط الأول يكمل المباراة فريق النفط ب10 لاعبين أمام فريق نفط ميسان المتفوق عدديا ونتيجة وأداء على حساب النفط من خلال الشوط الأول. إذن هذه إعادة، ولاحظ التدخل من إيزيجيل على اللاعب علاء سعد. عودة إلى الفار من قبل حكم المباراة الدولي يوسف سعيد. الشوط الثاني أكيد كان هناك حديث في فترة الاستراحة ما بين الشوطين للمدرب باسم قاسم مدرب النفط مع لاعبيه على الأداء الغير مرضي وغير متوقع من قبل فريق النفط من خلال هذه المباراة. إذن يوسف سعيد بعد العودة إلى الفار وباتخاذ القرار، هل هناك بطاقة؟ بطاقة ثانية، بطاقة حمراء ثانية للاعبي النفط، هذه المرة على إيزيجيل، هذه المرة على إيزيجيل، وبطاقة حمراء تشهر في بداية الشوط الثاني على إيزيجيل. والمصائب لا تأتي فرادى لفريق النفط، المصائب لا تأتي فرادى لفريق النفط، وسيكمل المباراة ب9 لاعبين. طرد في نهاية الشوط الأول وطرد في بداية الشوط الثاني، ويتأخر بالنتيجة. لاحظ هذه الإعادة والدخول بهذه الطريقة من إيزيجيل اللي يرتكب خطأ، وبالتالي حالة الطرد إذن لإيزيجيل ندفريكي. إذن يغادر إيزيجيل أمام حيرة المدرب باسم قاسم. اليوم نادي النفط غريب في هذه المباراة، غريب جدا فريق النفط في هذه المباراة. ينفذ الخطأ لمصلحة نفط ميسان. عودة إلى صامويل باه، سواليو كواتارا من جديد إلى باه الإيفواري. سواليو كواتارا، عملية تغيير لعب لجهة اليسار لمصلحة نفط ميسان. عملية الإبعاد من أحمد نعيم مدافع اليمين، عادة الوسط، محاولة صراع ما بين لاعبي نفط ميسان والنفط في هذه المباراة. عملية تمرير من علي لطيف قريبة لمنطقة جزاء فريق النفط. علي لطيف داخل منطقة جزاء خطيرة ممكن الآن، وحكم المباراة يشير لاستمرارية اللعب. علاء الدين الدالي لاعب ومهاجم نفط ميسان، ومحاولة الآن ممكن عودة أفولابي، ممكن يسجل أفولابي، ضاعت على النيجيري، ضاعت على النيجيري سواليو كواتارا قلب الدفاع لنفط ميسان. وكابتن نفط ميسان يخطئ أمام النيجيري أوكيكي أفولابي، ويضيع أوكيكي أفولابي بغرابة بهذه الطريقة. كان ممكن أن يعدل فريق النفط ب9 لاعبين، يعدل النتيجة، هذه تحسب، هذه تحسب، لكن أفولابي يضيعها بهذه الطريقة بغرابة. اللاعب أوكيكي أفولابي حاول أن يضعها على يسار حارس المرمى أمجد رحيم، لكن وضعها خارج المرمى. أفولابي يضيع على فريق النفط فرصة تعديل النتيجة من خلال هذه اللحظة. أمجد رحيم كان محظوظ، أمجد رحيم بهذه اللقطة، بهذه المحاولة. أقرب لسواليو كواتارا،
ينقل الكره الى جعفر ناصر، خاطئه من جعفر. عمليه الهجوم الان للنفط. نفط عادت لنفط ميسان، عمليه اللف والدوران عن طريق خط الوسط، ممكن التمرير للامام، البحث عن المسانده الهجوميه. جعفر ناصر قريب من الدالي، قريب من الدالي، ينقلب المباشر الى علاء الدين. علاء الدين، علاء الدين يحمل المصباح السحري مع نفط ميسان خلال هذا الموسم، هداف الفريق و15 هدف، ثاني هدافي الدوري العراقي. علاء الدين لاحظ الإعادة، جعفر بالفعل متسلل، جعفر ناصر في حالة تسلل وركلة حرة غير مباشرة. حالة تسلل هذا علي ياسين حارس مرمى فريق النفط. علي ياسين، كرة عالية للأمام لصالح النفط عن طريق المنتصف. سواليو، كواتارا بينه وبين أفولابي، دائما التفوق لأفولابي على حساب كواتارا. عادت لجعفر، عيدها لسواليو. سواليو كواتارا ينقل الوسط الى علاء سعد، جهه اليسار جعفر ناصر. كره يتناقل لاعبي فريق نفط ميسان في محاوله لمضاعفه النتيجه، لمضاعفه النتيجه. يستغل عامل النقص العددي للاعبي النفط اللي يكمل دقائق من خلال الشوط الثاني، دقائق طويله ب9 لاعبين، والمحاوله على المرمى لكن تصل لعلي ياسر، تصل لعلي ياسر حارس مرمى فريق النفط. لاحظ التسديد على المرمى، نفط ميسان 3 مقابل تسديده وحيده لفريق النفط على مرمى نفط ميسان. لاحظ هذه الاعاده لمحاوله فريق نفط ميسان على مرمى النفط، هناك خطا لصالح النفط لاعب ندي فريكي. طبعا تاريخيا التقى النفط بنفط ميسان في 20 مواجهه سابقا على مستوى الدوري العراقي، 20 مواجهه تاريخيه، 9 منها انتهت للنفط و4 لنفط ميسان، و4 مباريات انتهت بالتعادل. أفولابي هل يفعلها كما فعلها الدالي؟ مرت بنفس الطريقة اللي سجل من خلالها الدالي، بنفس طريقة الدالي حاول أن يفعلها أفولابي، هدافي الفريقين خلال هذا الموسم. وباسم قاسم، باسم قاسم، هذا أوكيكي، هذا أوكيكي، وبالدبل كيك أفولابي، لكن مرت بجوار القائم الأيسر. لاحظ الإعادة، حاول أن يضعها في المرمى لكن مرت كرة أفولابي إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح نادي نفط ميسان. للمرة الثانية من خلال الشوط الثاني لاعب أوكيكي أفولابي يواجه المرمى لكن لم يستطع التسجيل. الفرصة اللي قبلها كانت هي الأخذ، اللي قبل هذه المحاولة بانفراد أفولابي بمواجهة الحارس أمجد رحيم. أفولابي بمفرده يضغط على مدافعي نفط ميسان، يحصل على خطأ. سؤال كواتارا، دائما مواجهة إيفوارية نيجيرية بين أفولابي وسواليو كواتارا اللاعب الإيفواري. ركلة حر أحمد نعيم، مدافع اليمين للنفط على التنفيذ للخطأ للركلة الحرة المباشرة. أحمد نعيم داخل منطقة الجزاء يدافع بأكثر من لاعب نفط ميسان أمام محاولة النفط. أحمد من جديد، عملية تغيير لعب، هناك إلى عمار غالب. عمار انقل الوسط لكن بشكل خاطئ. عمار غالب تعود للوسط. علي لطيف، عملية تغيير لعب هناك إلى عباس فاضل. عباس، عملية الهجوم لمصلحة فيديليس كوكو اللي دخل بديل. عملية الهجوم تصطد لتعود من جديد إلى مدافع سجاد محمد. علاء معروف، يوسف، هذا باها، صامويل باها، سواليو معروف، من جديد إلى صامويل باها اللاعب الكاميروني. صامويل باها، عملية تغيير اللعب لجعفر ناصر لكن تصل لوليد كريم اللي يعيدها لحارس المرمى علي ياسين.
علي ياسر حارس مرمى النفط مع توجيهات علي عبد الجبار في خامس اختبار لعلي عبد الجبار مدربا لنفط ميسان. تعادل في 3 وفاز في 1. هذه المباراة الخامسة لحد الآن، فريقه متقدم على النفط بهدف للا شيء. كرة تعود لدفاعات فريق نادي نفط ميسان. عباس فاضل، علاء سعد، علاء إلى سواليو كواتارا. كرة لا زالت بحوزة لاعبي فريق نفط ميسان. حاول لاعبي فريق النفط محافظة على تركيزهم في هذه المباراة ومن خلال الشوط الثاني، لأنه يلعب ب9 لاعبين. هذا علي لطيف، عملية تغيير جهة اليمين. فيديليس اللي اشترك الآن، عملية تسديد على المرمى لكن تصطد للاعبي فريق النفط لتعود من جديد. مرة أخرى لنفط ميسان، لا زال يمتلك زمام الأمور فريق نفط ميسان وزمام المبادرة على مرمى فريق نادي النفط. المحاولة تستمر عن طريق اللاعب فيديليس كوكو. هي كرة للجهات البعيدة، هنا التسديد على المرمى لكن مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى غضب من المدرب باسم قاسم مدرب فريق. كرة طويلة من علي ياسين. علي تنقل الوسط، هنا راية بوجود خطأ وحالة تسلل. نفط ميسان ما راح يغادر العاصمة. نفط ميسان اعتقد سيبقى في العاصمة بغداد، لأن مباراة راح تكون يوم الخميس إن شاء الله أمام الزوراء المتوهج في الجولات ال6 الماضية. عملية الهجوم الآن نفط ميسان خطيرة على مرمى النفط. ممكن ثاني جعفر، لكن ضاعت على جعفر ناصر. فرصة تسجيل هدف ثاني لنفط ميسان. فرصة كان ممكن من خلالها فريق نفط ميسان يضاعف النتيجة بهدف ثاني. تبقى المحاولة نفط ميسان. عملية الهجوم علي لطيف، علي عملية تمرير للدالي داخل منطقة الجزاء بينه وبين سامسون يفتك الكرة بشكل ممتاز من أمام علاء الدين الدالي. يخرج الكرة إلى عمار غالب جهة اليسار. عمار حاول التقدم، عمار غالب هناك لاعب يشكو من الإصابة، إن شاء الله بالسلامة لجميع اللاعبين. عمار غالب يخرج الكرة إلى خارج الملعب. لاحظ هذه الإعادة، النادي فريكي يشكو من إصابة، عنده هدف عمار غالب على نادي القاسم. لاحظ هذه فرصة جعفر ناصر. إذا نفط ميسان سيبقى في العاصمة، لن يغادر العاصمة عند مباراة يوم الخميس إن شاء الله مع الزوراء على ملعب الزوراء يوم الخميس الساعة 10:30 ليلا. سيقابل من خلالها الزوراء، بينما فريق النفط سيتجه إلى البصرة لمقابلة السفارة، لمقابلة الميناء يوم الخميس. أيضا النفط سيغادر إلى البصرة لمقابلة الميناء الساعة 8:15 أيضا ليلا يوم الخميس ستكون مباراة الميناء والنفط. كرة عالي الوسط، فيديليس، كرة حارة من أمام أبو دابي، عادت لنفط ميسان. عملية الهجوم الآن، جعفر يحاول يمرر، يحاول إيجاد المساحة. جعفر، هي كرة لجهة اليمين، تستمر المحاولة. ممكن الآن نفط ميسان يحقق أفضلية أيضا في الشوط الثاني. سجاد محمد للوسط،
يعني اكيد عامل النقص العددي مؤثر على لاعبي فريق النفط، يعني يلعب ب9 لاعبين امام عدد كامل لفريق نفط ميسان. مشاكل كثيره عانى منها فريق النفط من خلال هذا اللقاء امام شقيقه نفط ميسان. عمليه الهجوم الان فرسان المملكه باداء اكثر من رائع، بمباراه ممتازه يقدمها امام النفط. النفط اللي دائما فريق يقدم مستويات كبيره ويحرج الفرق الكبيره، لكن اليوم يعاني امام شقيقه الاصغر. كره عاليه الامام، هجوم لفريق نفط عن طريق الجانب الايمن، لكن ضاعت على فريق النفط. كرة وليد كريم للوسط الان. نفط ميسان اكثر من ساعة مرت ولا زال التقدم لنفط ميسان بهدف لا شيء. علي لطيف لعلاء عباس، حاول يغير اللعب لاعبي فريق نفط ميسان. كرة عادت لي فيديليس، فيديليس اللي اشترك بديل اللي بنيامين اكور. كرة مستمرة الآن لمصلحة فريق نفط ميسان. تبقى المحاولة قائمة لفريق نفط ميسان. هذا سجاد، محمد، علي لطيف، معروف، يوسف. عملية التغيير لنفط ميسان، أقرب لفيديليس. علي لطيف، حيازة، استحواذ، أكثر من نقل للاعبي فريق نفط ميسان على حساب النفط. أحمد نعيم يتدخل في هذه المحاولة، يعيدها إلى لاعب كلوزة. أكبوزو دولي، يوسف سعيد. هذا كلوزة، أكبوزو، توغولي. لاحظ سحب واضح من جعفر ناصر على احمد نعيم مع وجود ركله حره مباشره لمصلحه فريق نادي النفط. ينفذ الخطا عباس فاضل، علاء سعد. عباس قدم للامام، يحاول مدافع اليمين ينقله الى فيديليس، لكن تضيع على فيديليس لتعود لدفاعات فريق نادي النفط. عمليه تغيير الى عمار غالب، يحاول عمليه اللف والدوران الى سامسون دير. سامسون دير النيجيري. عمار، كرة عادت للمدافع سامسون. كرة طويلة للأمام تعود لي قلب الدفاع والكابتن سواليو كواتارا. كرة لصالح نادي نفط ميسان. باها، صامويل باها الكاميروني، عيدة إلى أمجد رحيم. أمجد مرمى تعرض لمحاولتين للاعب أفولابي، لكن لم تجد طريقة إلى مرمى الحارس أمجد رحيم. محاولات أوكيكي أفولابي اللاعب النيجيري مهاجم النفط وهداف النفط. كرة عادت للوسط، عملية تمرير من جديد فريق نادي نفط ميسان. عملية تغيير اللعب، أقرب لعلاء الدين، يلحق بالكرة قبل مرورها إلى الخارج. تعود لجعفر ناصر. هجوم ممكن إنشاء الثاني. نفط ميسان ثاني. جعفر ناصر يحاول التغيير لكن تمر وتبعد من سامسون دير. عملية الهجوم الآن عن طريق سواليو. ضاعت على فيديليس كان ممكن يسجل هدف ثاني. فيديليس يحاول أن يسجل هدف آخر. لاحظ الإعادة والتمريرة بشكل ممتاز، لكن حلوة لحارس المرمى علي ياسين على مرتين. حارس المرمى لاحظ تمريرة معروف يوسف لفيديليس، لاعب فيديليس اللي اشترك كبديل. فيديليس كوكو يضيع هذه الفرصة، يضيع فرصة تسجيل هدف ثاني أمام تألق الحارس لفريق النفط. عمار غالب
يغادر عمار غالب، وكرار رزاق هو من يشترك الآن كمدافع يسار مع فريق النفط. كرار رزاق يشترك الآن بديل لعمار غالب. تمرير للنفط، كرة تمر إلى خارج الملعب. إذا فيديليس كان ممكن يضاعف النتيجة. اللاعب النيجيري فيديليس أصبح هو سادس نيجيري في هذه المباراة. فيديليس سادس نيجيري في هذه المباراة. 3 يلعبون مع نفط ميسان و3 يلعبون مع فريق النفط. 6 نيجيريين في هذه المباراة. نسور النيجيرية موجودة في هذا اللقاء. كرة تعود لدفاعات النفط. أحمد نعيم لعلي ياسين. قد يندم لاعبين نفط ميسان على ضياع هذه الفرص إذا ما عدل النفط النتيجة. إذا ما عدل النفط النتيجة. جعفر ناصر، جعفر مر جعفر انقلها لعلي لطيف. علي قريب لمنطقة الجزاء للدالي، ضاعت على الدالي، عادت للوسط. عملية تغيير اللعب لكن لم تصل بشكل مطلوب. معروف إلى فيديليس. فيديليس يعني حرك نشط خط الوسط. فيديليس حرك نشط خط الوسط فيديليس، وهنا التسديد لكن مرت كرة علي سهلة للحارس علي ياسين. يعني بدخول فيديليس لاحظ بكل شيء فريق نفط ميسان متفوق على النفط في هذا اللقاء خلال التسديد على المرمى، الحيازة، تسجيل، الخطورة، يوسف بكل شيء متفوق، حتى أن فريق نفط ميسان متفوق عدديا على فريق يلعب بعدد متكامل، بينما فريق النفط يلعب ب9 لاعبين. بعد طرد لأحمد عبد الرضا وإيزي جيل داخل منطقة الجزاء، ممكن يفعلها النفط، ممكن يستغلها النفط، وبالدبل كيك سامسون دير لكن ضاعت. هجوم مرتد الآن نفط ميسان. نفط ميسان ممكن إذا ما سجل الثاني خلاص فريق نفط ميسان سيحقق نتيجة الفوز. إذا ما سجل ثاني راح تكون صعبة جدا على النفط العودة، لكن عند الفرصة فريق النفط، عند الأمل فريق النفط أن يعود لأجواء المباراة، على الأقل أن يتعادل، على الأقل أن يتعادل. كرة تتنفذ الآن. عملية تمرير جهة اليسار، جعفر ينقل كرة داخل منطقة الجزاء. الله على الفرصة، علي ممكن يسدد علي لكن ضاعت على علي لطيف بتمويه جميل عن طريق اللاعب علاء الدين الدالي. تمويه جميل من علاء الدين الدالي لم يستغلها علي لطيف، والتسديد بالمباشر. وهنا بطاقة صفراء لسجاد محمد، بطاقة صفراء لسجاد محمد. نفط ميسان بهذه النتيجة يرتقي إلى المركز التاسع بدلا من الحدود. هنا تغيير نفط، عمار داخل يشترك الآن. لاحظ هنا الإعادة والسحب الواضح من سجاد محمد على اللاعب ندي فريكي، على ندي فريكي يحصل على خطأ. إذن وليد كريم، عمار داخل، وليد كريم يغادر وعمار داخل يشترك الآن. بدأ يغير على مستوى التشكيل المدرب باسم قاسم على أمل أن يغير النتيجة فريق النفط في قادم الدقائق من عمر المباراة. وصلنا إلى الدقيقة 70، دقيقة 70 من عمر المباراة، 20 دقيقة متبقية. وتفوق هذا المدرب الشاب على خبرة المدرب باسم قاسم من خلال هذا اللقاء، من خلال هذا اللقاء. كرة تمر إلى خارج الملعب، عادت الوسط، فيديليس، علاء، صامويل، باها، قريب منه معروف يوسف لكن غير وأعاد الكرة لأمجد رحيم.
بالمباشر إلى سواليو واتارا. سجاد محمد، معروف، يوسف، عملية تمرير إلى فيديليس، يقل كرة أمامية لعلاء الدين دالي قريب لمنطقة جزاء النفط. تدخل من أحمد نعيم، سامسون دير، هناك خطأ على علاء الدين دالي، يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة مباشرة لصالح نادي النفط. ركلة حرة لصالح النفط. إدارة ممتازة للمباراة حتى الآن من الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء بقيادة الحكم الدولي يوسف سعيد. عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيسر. تعود إلى أكبوزو، إلى ندفريك. ندفريك للوسط، عمار اللي اشترك قبل لحظات، عمار داخل، لكن تمريرة خاطئة من عمار داخل. عادت لوسط نفط ميسان، فرسان المملكة، فرسان المملكة. عملية التغيير. سواليو، سجاد، نفط ميسان، جعفر ناصر يعيدها لسجاد. كرة لا زالت بحوزة لاعبي نفط ميسان. معروف، يوسف، علي، عملية تغيير أقرب لصامويل، باها، عباس، عباس فاضل للوسط إلى معروف يوسف اللي يعيدها بدوره إلى سواليو. بعد ذلك جهة اليسار تصبح لفريق نفط ميسان. جعفر ناصر، جعفر، معروف يوسف، عادت لسواليو واتارا. صعب جدا منقوص العدد، يعني تجاري فريق كامل العدد، لذلك امل فريق النفط ممكن الحصول على نقطة من هذه المباراة. تأخر بهدف، عندك نقص عدد لاعبين، صعوبة عودة تكون، لكن ما اعتقد راح تكون مستحيل. يعني النفط ممكن يعدل على سنحة فرصتين للاعب ابو لابي، كان ممكن على الاقل يعدل النتيجة من احدى الفرصتين. كرة عالية، ابو لابي، ثلاث لاعبين قريبين لابو لابي مدافعين فريق نفط ميسان، تصل لحارس المرمى امجد رحيم، حارس مرمى فريق نفط ميسان امجد. علي عبد الجبار، مع الأندية البغدادية باستلامه للمهمة، تعادل مع القوة الجوية، والآن متفوق على فريق النفط من خلال هذا اللقاء. محاولة خطيرة، ممكن الدالي، وهدف ثاني. هدف ثاني عن طريق الدالي، لكن الدالي هل كان متسللا؟ الدالي هل كان متسللا؟ الدالي هدف ثاني لفريق نفط ميسان، هدف ثاني لنفط ميسان بغفلة من دفاعات نادي النفط بتمريرة جميلة، وهدف ثاني. هل هناك عودة للفار؟ هل هناك عودة للفار؟ هل هناك عودة للفار؟ لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة. إطلاقا غير متسلل الدالي، وهدف ثاني، هدف ثاني للدالي وهدف ثاني لنفط ميسان، ويرفع رصيده إلى 16 هدف، إلى 16 هدف، ويواصل الدالي مهاجم فريق نفط ميسان تسجيل الأهداف، وهنا يسجل هدفين في هذه المباراة في مرمى النفط. إذا 2 نفط ميسان، لا شيء لصالح النفط. إذا نفط ميسان يتقدم على النفط بهدفين للا شيء، بهدفين للا شيء. وأسوأ مباراة لفريق النفط خلال هذا الموسم، أسوأ مباراة لفريق النفط خلال هذا الموسم. ركلة حرة لصالح نادي النفط داخل منطقة الجزاء، عاد من صامويل باها. عملية الهجوم، فيديليس حاول نقل الكرة للأمام، لكن بعيدة عن لاعبي فريق نفط ميسان، أقرب لحارس المرمى.
علي ياسين. عملية الهجوم لمصلحة فريق نفط ميسان. هناك خطأ، بطاقة صفراء لدفريكي. هذه المرة على لدفريكي. هذه المرة على لدفريكي. سلامات إن شاء الله. سلامات لعلي لطيف. سلامات لعلي لطيف. بطاقة صفراء لندفريكي. إن شاء الله بالسلامة للاعبي فريقين. يعني رغم النفط يعني عنده في هذا الموسم نتائج غير جيدة، يعني وخسر خسارة ثقيلة أمام نادي القوة الجوية 4-1، لكن ما كان بهذا السوء. رغم أنه خسر من الجوية 4-1 لكن ما كان بهذا السوء. فريق النفط ما كان بهذا السوء. أداء غير متوقع إطلاقا من نادي النفط. وفريق نفط ميسان قدم مباراة كبيرة، مباراة مميزة، مباراة على مستوى كبير جدا. قبل المباراة كانت التوقعات ذاهبة باتجاه النفط، لكن نفط ميسان فاجأ النفط في هذا اللقاء وحقق أفضلية أداء ونتيجة. إن شاء الله بالسلامة لجميع اللاعبين. لاحظ هنا الإعادة. عادة لحارس المرمى علي ياسين. هذه النتيجة طبعا حضرت مرة واحدة في تاريخ المواجهات ما بين الفريقين، وكانت لحساب النفط، للنفط على حساب نفط ميسان 2-0. محمد داوود ورعد فنر من سجلوا أهداف النفط في تلك المباراة. واليوم محمد داوود يقدم مستويات أكثر من رائعة مع النجف بعد انتقاله من الشرطة إلى النجف، أي أن في تاريخ المواجهات السابقة ما بين النفط ونفط ميسان حصلت هذه النتيجة 2-0 مرة واحدة، وكانت لصالح النفط، وكانت للنفط موسم 2016-2017. محمد داوود ورعد فنر. كرة عائدة لدفاعات نفط ميسان. عملية التمرير. ما بين لاعبي نفط ميسان. مرة أخرى نفط ميسان يحاول يغير المدرب علي عبد الجبار على مستوى التشكيل. أعتقد راح يدفع بلاعبين كبدلاء خلال الشوط الثاني لهذه المباراة قبل النهاية ب 11 دقيقة متبقية على النهاية للمباراة. عملية تغيير جهة اليسار، تمريرا للأمام، لكن لا وجود لمهاجم، لا وجود للاعب وسط، لا وجود لمحاولة لفريق النفط على حساب نفط ميسان. عادت جهة اليسار سجاد محمد، يعيد إلى سواليو كواتارا، صامويل باها الكاميروني، عباس فاضل. عباس، وصلنا إلى الدقيقة 80. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي ومباريات دوري نجوم العراق، سجاد محمد الديربي النفطي يتجه لأبناء ميسان، لفرسان المملكة،
على حساب الشقيق الأكبر على النفط بهدفين لا شيء في ملعب المدينة الدولي، ملعب الافتراضي لنادي النفط. عادة الوسط معروف إلى علي لطيف، عملية تغيير إلى سجاد يحاول ينقل الكرة داخل منطقة جزاء النفط، وجعفر ناصر يحاول يمر بهذه الطريقة لكن تدخل من عمار داخل. عمار داخل تعود إلى صامويل باها. عملية الهجوم الآن لمصلحة فريق نفط ميسان. تغيير إلى باها. فيديليس حاول التقدم. فيديليس عودة للخلف إلى صامويل باها. سواليو كواتارا معروف. سجاد محمد لجعفر ناصر. معروف يوسف. يعني اليوم خط وسط فريق نفط ميسان سيطر بشكل كامل على خط الوسط. خط وسط فريق نفط ميسان سيطر على منتصف الملعب بشكل كامل. كرة من جهة اليمين، عملية الهجوم. نفط ميسان يحاول أن يضاعف النتيجة، خلاص داخل منطقة الجزاء، يطالبون بركلة جزاء وركلة جزاء. ركلة جزاء كلوزا أكبوزو التوغولي يرتكب خطأ وركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة فريق نفط ميسان. ركلة جزاء لصالح نفط ميسان. لاحظ الإعادة والتمريرة داخل منطقة الجزاء وإكبوزو. عودة إلى الفار ممكن. إذن لمسة يد على أكبوزو. علاء الديني الدالي على موعد مع الهاتريك. على موعد مع الهاتريك علاء الدين الدالي. عند الهاتريك مرتين على الطلبة وعلى الميناء. هل سيكون ثالث هاتريك لعلاء الدين الدالي؟ إذن دخول للاعب رامي الوسماني اللاعب اليمني يشترك الآن بالإضافة إلى أكرم رحيم. أكرم رحيم ورامي الوسماني وعلاء الدين الدالي. الثالث الهاتريك علاء الدين وعلي ياسين. حلوة لعلي ياسين يتصدى ببراعة. علي ياسين يتصدى ببراعة لركلة جزاء محتسبة لنفط ميسان، وكان ممكن علاء الدين الدالي يصل إلى الهاتريك وهدف السابع عشر. الهدف السابع عشر يقترب من أيمن حسين، لكن أضاح علاء الدين الدالي. كان ممكن نشاهد هاتريك ثالث لعلاء الدين الدالي خلال هذا الموسم بعد ما سجل الهاتريك على الطلبة وعلى الميناء. كان ممكن أيضا يضع هاتريك في هذه المباراة على حساب النفط. علاء الدين الدالي. جعفر ناصر يحاول أن يمر. جعفر ناصر لا وجود للتسلل. ممكن ثالث. نفط ميسان لا زال يواصل المحاولات على مرمى النفط لمضاعفة النتيجة وبعيدة إلى خارج الملعب. هذا هو علاء الدين الدالي. ركلة جزاء مهدرة من علاء الدين الدالي. لاحظ الإعادة وحلوة توقع ممتاز من علي ياسين حارس المرمى لفريق النفط. ينقذ مرمى النفط من هدف ثالث لنفط ميسان. رمية جانبية. باسم قاسم. نظرة استغراب. نظرة تعجب. نظرة لباسم قاسم على المستوى الغير مرضي الغير ملبي لطموح هذا المدرب. لذلك أعتقد باسم قاسم متفاجئ جدا من ظهور نادي النفط بهذا المستوى. هذا ندفريك للوسط إلى أفولاب. ندفريك عيدها للخلف. كلوزا جهة اليمين. مرور ممتاز. ممكن الآن فريق نادي النفط يهاجم على المرمى، يحاول أن يصل، لكن ضاعت على فريق نادي النفط.
ضاعت على فريق النفط، عادت نفط ميسان. لاعب البديل فيدليس. عملية التمرير ما بين لاعبي فريق نادي النفط وعلاء الدين الدالي، لكن بعيدة إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب بركلة مرمى. هذا أيضا حيدر عبد الرحيم، أيضا اشترك مع فريق نفط ميسان، سبق وأن مثل نفط البصرة. حيدر عبد الرحيم ممثل نفط الوسط، الآن متواجد مع نفط ميسان. حيدر عبد الرحيم، ركلة مرمى علي ياسين، كرة عالي، عملية الإبعاد من معروف يوسف إلى خارج الملعب. رمية جانبية لنفط ميسان، طالت على كرار علاء، أيضا واحد من بدلاء فريق النفط رغم التغييرات اللي أجراها المدرب باسم قاسم، لكن الأمور زادت من صعوبتها بعد الطرد لإيزيغيل خلال بداية للشوط الثاني. يعني كان ممكن لو كان طرد واحد أحمد عبد الرضا اللي طرد في آخر الدقائق للشوط الأول، كان ممكن يكون هناك بعض الاستقرار على لاعبي فريق النفط، لكن بعد البطاقة الحمراء الثانية اللي أشرت لإيزيغيل لاعب الجنوب أفريقي اللي خرج بالبطاقة الحمراء هو الآخر، والبطاقة الحمراء الثانية زادت من صعوبات فريق النفط العودة للمباراة، رغم أن أفولابي واجه المرمى مرتين في بداية الشوط الثاني. كرة من جهة اليمين، هناك لاعب للنفط يشكو من إصابة، إن شاء الله بالسلامة، إن شاء الله بالسلامة لكرار علاء. كرار علاء بعد ارتطامه برامي الوسماني اللاعب اليمني. علي عبد الجبار جهة اليمين، نفط ميسان، كرة بالمنتصف، أكرم اللي الآن يحمل شارة القيادة لفريق نفط ميسان للوصول إلى النتيجة لفريق نفط ميسان. نفط ميسان بهذه النتيجة سيتقدم على الحدود إلى المركز التاسع، هو راح يشارك الحدود بنفس الرصيد من النقاط ب 36 نقطة، لكن فارق الأهداف لنفط ميسان، ويقترب من النفط بفارق نقطة واحدة اللي يمتلك 37 نقطة. فريق النفط يبقى بنفس المركز، هو المركز الثامن فريق النفط. عملية الهجوم، أكرم رحيم حاول التغيير، إذن النفط يقترب من الخسارة السادسة، بينما فريق نفط ميسان يقترب من الانتصار الثامن. الانتصار الثامن فريق نفط ميسان بعد ما حقق الفوز على الطلبة 4-0 وعلى نفط البصرة 2-0 وعلى الميناء 3-0 وعلى نادي القاسم 3-0 وعلى الحدود 2-1 وعلى نفط ميسان 3-0 على كربلاء 3-0 وعلى نفط الوسط 2-0. يعني محقق نتائج ممتازة فريق نفط ميسان، نسبة تسجيل ممتازة من خلال الانتصارات، منها 4-0 3-0 ثلاث مرات، 2-0 مرتين أو 3 مرات 2-0، وهذه المرة الثالثة ممكن تكون النتيجة 2-0 لفريق نفط ميسان على حساب النفط من خلال هذا اللقاء. نلعب في الدقيقة 90. نفط قريب من الخسارة السادسة بعد ما خسر من الحدود 0-2 وخسر من أمانة بغداد 0-1 وخسر من نوروز 1-3 وخسر من الجوية 1-4 وخسر من النجف 0-1. محاولة للثالث والثالث
هدف ثالث لنفط ميسان، هدف ثالث لنفط ميسان. حلوة 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 حلوة. نفط ميسان يضرب بقوة ويسجل ثالث الأهداف عن طريق اللاعب حيدر عبد الرحيم. البديل حيدر عبد الرحيم يضاعف النتيجة لنفط ميسان بهدف ثالث. هدف ثالث، هدف ثالث لفريق نفط ميسان على حساب النفط. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة مرة أولى وثانية، وأعتقد حيدر عبد الرحيم متسلل. حيدر عبد الرحيم متسلل. لاحظ حيدر عبد الرحيم كان متسلل عائد من التسلل. هنا الإعادة للهدف الثالث. لاحظ يضرب بقوة وعلى يمين حارس المرمى علي ياسين. لكن هل هناك عودة إلى الفار؟ عودة إلى الفار. إذن تغيير آخر، تغيير آخر. حسين كاظم بديل لعلاء الدين الدالي. حسين كاظم. إذن 4 دقائق وقت محتسب بدل ضاع. لا زلنا بانتظار القرار لهدف ثالث لنفط ميسان. هل يلغى الهدف بداعي التسلل؟ وحيدر عبد الرحيم اعتقد عائد من التسلل. كل ينتظر. نتيجة ممتازة لنفط ميسان، نتيجة مخيبة لنادي النفط في هذا اللقاء. ونفط ميسان سيبقى بالعاصمة بغداد لمقابلة الزوراء يوم الخميس، بينما النفط سيغادر إلى البصرة لمقابلة الميناء أيضا يوم الخميس. إذن قرار حيدر عبد الرحيم كان متسلل. لاحظ هي مرة أولى قطعت من أمام حيدر عبد الرحيم، بعد ذلك عادت لحيدر عبد الرحيم ويسدد على المرمى يسجل هدف. وقرار استدعاء لحكم المباراة للتأكد بنفسه للقرار اللي سيتخذ الآن. لاحظ الإعادة. مرة أولى وثانية وثالثة، يعني القرار يجب أن يتخذ بشكل سريع، لكن القرار السليم يعني أفضل حتى ولو كان هناك تأخر للوقت، لكن يجب إعطاء الوقت الكافي لاتخاذ القرار السليم. وهدف، هل يلغى الهدف أم سيعتمد الهدف؟ أم سيعتمد الهدف؟ لاحظ الإعادة مرة أولى وثانية وثالثة. هل كان أحمد نعيم هو الأقرب للمرمى من حيدر عبد الرحيم؟ أم حيدر عبد الرحيم هو الأقرب للمرمى مهاجم نفط ميسان؟ خلاص حكم اللقاء أعطى 4 دقائق وقت محتسب بدل ضاع، لكن لا زال 3 دقائق، لا زال يتأكد من القرار. هل كان حيدر عبد الرحيم متسلل؟ إذا تسلل. يلغى الهدف، يلغى الهدف. هدف ثالث يلغى بداعي التسلل. إذا سجل حيدر عبد الرحيم وألغي بداعي التسلل. كان هو الأقرب لمرمى النفط. مهاجم نفط ميسان حيدر عبد الرحيم هو الأقرب لمرمى النفط. لو تأخر قليلا كان ممكن يكون الهدف صحيح بالنسبة لفريق نادي نفط ميسان. عملية الهجوم كرار علاء، حاول يمر، غير لعب لدفريكي من امامه تبعد لدفريكي. اعتقد راح يضيف 3 دقائق الى 4 حكم المباراة.
يضيفها على دقائق الأربعة اللي أضافها، لأن اللعب توقف تقريبا 3 دقائق لاتخاذ القرار بهدف ملغى لصالح نادي نفط ميسان. وباسم قاسم أكيد غير راضي، أكيد غير راضي تماما على ما قدم فريقه في هذا اللقاء. يخسر نتيجة المباراة بأداء أكثر من رائع لنفط ميسان. قدم مباراة جميلة جدا فريق نفط ميسان، مباراة جميلة جدا قدمها فريق نفط ميسان. يعني هو ما تأثر بالتعادل اللي كان أمام فريق نادي القاسم بعد ما تقدم على نادي القاسم بهدفين لا شيء، لكن فريق نادي القاسم عاد في اللحظات الأخيرة وعدل النتيجة 2-2، لكن ما تأثر بهذه النتيجة. جاء إلى العاصمة وقدم مباراة كبيرة أمام النفط ويتقدم بهدفين، وكان ممكن تزداد نتيجة المباراة لأكثر من هدفين، لكن أضاع على الدين الدالي ركلة جزاء وهدف ملغى بداعي التسلل، وفرص عديدة ضاعت على فريق نفط ميسان كان ممكن أن يخرج بنتيجة كبيرة على حساب النفط من خلال هذا اللقاء. كرة مر، هذا رامي الوسماني اللاعب اليمني، رامي الوسماني اللاعب اليمني لاعب هنا الإعادة وهدف الملغى لحيدر عبد الرحيم. حالة التسلل، حيدر واضح امامنا في الصورة أحد بدلاء نفط ميسان من خلال الشوط الثاني. كرة النقل الوسط. إذا في هذه الأثناء أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء الدولي يوسف سعيد يطلق الصافرة النهائية الكاملة للقاء النفط ونفط ميسان لحساب الجولة السادسة والعشرين لدوري نجوم العراق، لينتهي هذا اللقاء بفوز مستحق لنفط ميسان على حساب النفط بهدفين مقابل لا شيء. سجلت الأهداف عن طريق اللاعب الهداف لنفط ميسان ثاني هدافي الدوري العراقي علاء الدين الدالي، هو من جاء بالانتصار لفريق نفط ميسان من خلال هذا اللقاء. مبروك لنفط ميسان هذا الانتصار، نقول هارتك لفريق النفط والعودة إلى التألق من جديد في المباراة القادمة. تقبلوا التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي.